سايبين العظمه دي كلها وبنتفرج على ماتش في دوري الابطال؟ بطل الدوري السعودي بيلعب يا جدعان، كريستيانو رونالدو هداف الدوري بيلعب. الله اكبر، وخمسه علينا وخمسه على اللي بيشوف وخمسه على اللي في الملعب. لما يكون اكبر واحد في الماتش هو اللي بيطلع ويجيب الكره دي. الله اكبر عليك يا كريستيانو، اقسم بالله متعه كرويه مالها مثيل. من الناس كانت بتحدف ميه وازايز على اللعيبه بتاعت الاهلي السعودي، كريستيانو وقفهم وقال لهم لا، كان بيلم هو الازايز والعصاير دي كلها. والله يا نعمه التواضع والاخلاق يا كريستيانو. سايبين القمه السعوديه وسايبين كريستيانو رونالدو هو بيسجل الجون العالمي ده، وبنتفرج على ماتش مليان خرسانه. سمع النهارده واغلب بقى اللي واخدين دوري ابطال اسيا ده وعرفهم مقامهم. النصر اليوم ما فاز على الاهلي بس، لا حسم الدوري تقريبا 90% يا اخوان، وطقطق عليه على الهبوط يا اخوان، وضرب لاعبين الاهلي. تخيل هذا كله سواه النصر في مباراه اليوم. النصر في مباراه اليوم اثبت انه هو اقوى فريق في الدوري السعودي، ما شاء الله تبارك الله، 20 انتصار ورا بعض. وكريستيانو رونالدو اثبت للعالم انه هو يا اخوان في عمره ال 41 سنه يا اخوان هو الاعظم في التاريخ وفي العالم، واليوم يسجل هدف الفوز ويحسم الفوز يا اخوان على النادي الاهلي. وخلاص كريستيانو باقي له 30 هدف يا اخوان يوصل للهدف ال1000. لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الله عليك يا كريستيانو. النصر اليوم ما كان في مستوى يا اخوان ضد الاهلي، الاهلي اخذ المباراه للالتحامات، وهذا الشيء ما كان يبغاه النصر، لكن النصر برضه قدر يفوز حتى في الالتحامات. بعد فوز اليوم صدقوني يا اخوان الدوري انحسم 90%، انتهت القصه. دي مش مباراة كورة، دي مباراة مصارعة. النصر السعودي والأهلي السعودي بيقدموا مباراة عالمية وملحمة كروية، سواء هجومية أو دفاعية أو التحامات بدنية. ما شاء الله دوري روشن السعودي دوري عالمي بينافس الدوريات الكبرى. أنا شايف إن هو ممكن ينافس الدوري الفرنسي، يعني أنا شايفه من أقوى 6 دوريات في العالم. شايف إن الدوري رايح لطريق النصر خلاص بنسبة 90%. كريستيانو يستاهل، لعيبه النصر تستاهل، جماهير النصر تستاهل، استنت كتير جدا، صفقات عالميه، الله كريم. خليني اوريكم ايش صار في ديميرال في مباراه النصر يا اخوان والاهلي. زي ما انتم شايفين هنا جالس اشر لجماهير النصر يا اخوان ان انا معايا 2 نخبه، وجالس يستفز يا اخوان لاعبين النصر. زي ما انتم شايفين مارتينيز، بعدين عند كومان، وكل شويه ياشر بيده يا اخوان 2 2 2. طبعا هذا قبل ما يفوز النصر. بعد ما فاز النصر يا اخوان سيميكاي جاله بالعلم ويا اخوان جاي يطقطق عليه بالفوز يا اخوان. وهنا مدركينه زي ما انتم شايفين، مدركينه هنا، عرفتوا؟ وخرج من ارضيه الملعب، راح خرج ودخل يا اخوان وجاب الميداليه، وراح عند جماهير النصر يطقطق عليهم على الاثنين اسيا بعد ما طقطقوا عليه على الهبوط. وزي ما انتم شايفين واحد من اداريين النصر جاي كان بيجلدوا، ما نعرف ايش صار. هذا هي هدف رونالدو اليوم في الاهلي يا اخوان عباره عن خبره 23 سنه في الملاعب. فجاه قبل تنفيذ النصر لركله الزاويه جت اللقطه رونالدو هو ياشر، ما حد عارف ايش ياشر، يوضح لزميله انه العبها في المكان الفلاني، وبعدها مسوي نفسه عادي، انا تمام اموري تمام ما حد شافني. كنت اتفرج معاه المباراه قلت لهم رونالدو عنده موضوع، عنده شيء بيسويه. هو فيليكس فهم رونالدو ولعبها له في المكان اللي قال له عليه رونالدو كان في الباب لحظه تنفيذ الركله، كان ورا مندي، هوب ضربها الأربعيني. هاتها من الشبكة يا ديميرال ومندي وإباني، هاتوها من الشبكة. خبرة 970 هدف، ما ينفع معاه دفاع بطل نخبة، ما هذا رونالدو. فولو لايك يا أخوان، السلام عليكم. أنا بمشي معاك، وخلينا نقول اليد الأولى لبوشة هي اليد الارتكاد اللي المفروض يطيح عليها، ولمست الكورة في يده ما هي بلنتي. أنا معاك في ذي، ورغم إني ماني مصدق ده الكلام بس أنا معاك في ذي. طيب الكورة الثانية لساديو ماني ما هي تكبير للجسم؟ إذا هذه الكورة ما هي تكبير للجسم كيف يكون تكبير للجسم أصلا؟ أنا ما قاعد أقول إنها سلبت من الأهلي ولا أقول إنه النصر فاز تحكيم، أنا هنا قاعد أطرح تساؤلات وأتمنى تردوا علي. أنا كل اللي قاعد أحاول أسويه إني أفهم فقط لا غير. اشتراك، كومنت، لايك، سلام. ما عليه يا رجال، ما عليه، لعبتم مباراتكم، أنتم أساسا جايين من فوز بالنخبة و3 مباريات في أسبوع واحد، لاعبين منها مباراتين 120 دقيقة. هذه طبيعي انه يكون لها عامل، ورغم ذلك الفريق قدم اكثر شيء ممكن يقدمه في الملعب. هذا غير انه جيرينو النجم الاول في الفريق بدنيا تعرض للاصابه، طبيعي انه من بعدها انخفض رتم الفريق. واقدر طبعا ادخل لك في موضوع الحكم وبعض التفاصيل اللي صارت، لكن انا بالنسبه لي والله العظيم اني فخور بفريقي. اليوم حنا ابطال سوبر، ابطال نخبه، الموسم الجاي عندنا السوبر وعندنا القارات، فالاكيد ان بطوله الدوري ما راح تكون المؤثر الفارق انه موسم الاهلي يكون سيء. بالعكس اقسم بالله اني جدا فخور بفريقي، ومؤمن انه الموسم الجاي راح يكون اجمل من هالموسم، ونحقق اكثر من 4-5 بطولات. ليش لا؟ صلوا على النبي. 970 حب، 970 امل، 970 جمال، يا روح قلبي على الجمال. شكرا والله العظيم، شكرا لكرة القدم. عفوا يا سيدي، مش عايز اعرف. في غلطتين انا وانت عملناهم النهارده، ربنا سامحنا عليهم. يعني الغلطه الاولى ان انت تفتكر ان اي حد في فريق النصر اللي احتياطي او اللي بيلعبوا اساسي او اي حد في العموم يعني ممكن ينقذ الفريق ده ويخليه يكسب البطوله بالدوري السنه، غير المعلم كريستيانو رونالدو حتى لو هو عدى ال 50 سنه. الغلطه الثانيه ان انت سبت المتعه اللي خلصت 2-0، الجولين احلى من بعض بتعليق احلى من الجولين، ورحت
ورحت اتفرجت على اتلتيكو وارسنال. انا مش زعلان منك لان انا عملت نفس الغلطه. اصل ده نص نهائي حتى، مش يعني مش مجموعات مثلا ودور 16. المفروض يعني خلاص بقى نعتمد الكتاب بعد كده من عنوانه. يا عم انا باخد بالمظاهر. لما اشوف العرر دول في اي بقى لو في نهائي ما اتفرجش المفروض. انا اسف والله يا ابوي، انا اسف، حقك عليا. انت لسه بتنط على الفرق، انت لسه بتركب فرقتك على الدوريات. طول ما الكره مستمره يستمر كريستيانو رونالدو في التالق. مش عارف الصراحه الراجل ده لما يعتزل نفسيتنا هتبقى عامله ازاي. الحلم يقترب يا مالك وانت حاطط رجل على رجل. هي صعبه بس مش مستحيله. بيلاعب الثالث على الدوري وبعد كده هيلاعب الرابع وبعد كده هيلاعب الثاني، وكل ده في 3 4 5 ماتشات. هما ماتشات قليله بس هيحسموا بطوله الدوري ويحسموا البطوله الثانيه ويبقوا بطولتين قبل بدايه كاس العالم، يرفع معنويات كريستيانو في السماء. هذا مو دوري جورجينا، ليش تقول دوري جورجينا؟ هذا دوري الدون. انا افهم عصام الشوالي لما قال اخطر مجرم في كرة القدم في القائمة الثانية الدقيقة 71 72 تقريبا، يقول فيليكس ابغاه هنا، حطه هنا يا اخي اسكت، حطه هنا وخلاص، هذا عمك. يتسلل المجرم الهتمان القاتل المأجور، يتسلل، كان هنا جالس قاعد يقول له حط لي اياه هنا تكفى الله لا يهينك، جاء من ورا مندي، جاء هنا قائمة الاول، قاعد تدري شلون؟ ما راح اسجل بطريقة عادية. ليش اسجل بطريقة عادية؟ انا كريستيانو يا عيال. الكرة جت نفس الطلب، فيليكس حط له اياها هنا كذا، حط له بن، حط له اياها. كريستيانو ما ضربها هنا ولا ضربها هنا، ضربها هنا يا عيال، مو مجرم. ضربها هنا من ورا المخيخ، ضربها كذا عشان ايش؟ تروح في الزاوية البعيد، وحصل راحت الزاوية البعيدة وديميرا قاعد في المرمى وجت هدف. كريستيانو رونالدو والله دوريك، هذا دوريك يا اخي، هذا دوريك، دوري جورجينا على اللي سويته انت بطبيعي، ما انت بطبيعي. يتسلل انهاء هنا، اول مره اشوف واحد ينهي هنا فوق الاذن بشوي، طاع يلا جيبها مندي. تحسبني بحط قائمه ولا روح جيبها هناك، يلا حطها. النصر ينتصر على الاهلي يا اخوان بثنائيه نظيفه. النصر الان يوصل للانتصار ال20 على التوالي في جميع المسابقات، ما شاء الله تبارك الله. سوس اليوم قال له متياس انت بطل نخبه، 2 ورا بعض اسيا. لا انا عندي مهمه جاي اسويها مع النصر هذا الموسم. ريح يا متياس. رغم انه متياس قدم مباراه كبيره خصوصا في الشوط الاول، لكن هذا النصر ماخذ الموضوع مساله شخصيه، مساله دوري، مجموعه متكاتفه على هدف واحد. الدوري ما بيروح هذا الموسم، اطار النصر طاير وما هو شايف احد. النصر يوصل لنقطه 79، بعده الهلال 71، بعده الاهلي 66. الهلال والاهلي عندهم مباراه اقل. الدوري رايح للنصر. قولوا لك يا اخوان، السلام عليكم. هدف حسم اللقب، هدف الصدارة، هدف الدوري. كريستيانو رونالدو يسجل هدف حسم الدوري على الأهلي. يا الله يا كريستيانو، الهداف التاريخي يوصل للهدف رقم 970. يا الله يا الله عليك يا تاريخي يا ابن التاريخي أبو جونيور، ارحم عقلي يا أبو جونيور. دوري روشن قريب جدا من الأسطورة كريستيانو رونالدو. الله الله افرح، جعل ما حد غيرك يفرح. يا سلام يا ساتر، جماهير النصر شكلها رمت على ديميرال الخشبه ما ادري ايش دي الباكوره. كريستيانو رونالدو يقول لهم هدوا، ياسين لسه يرموا علب يا اخوان، يقول لهم ما هدوا شباب نركز في المباراه. واضح جماهير النصر حاقده على ديميرال. بس شوفوا يا اخوان القائد كريستيانو رونالدو كيف يهدي الوضع يا اخوان ويهدي جماهير فريقه. النصر السعودي يخلص على الاهلي السعودي ويثبت نفسه صدارة دوري روشن. يلو طحلبي مستنقع وربي ما تفوز علي. الهلال السعودي الطواقي، تنتظرني اخسر؟ تبغيني اخسر يا طاقية؟ وربي لو هم صار مخروص علي الحرام روشن نصر.